عملية نصب من الطراز الرفيع، عملية نصب ما تخطرش على بال حتى شي واحد. عصابة محترفة في اسبانيا، ما عرفتش هاد العصابة واش حدا حد فالنسيا ولا راها فاتت الحدود. عملية نصب واحتيال ما عمرني ما شفت بحالها في حياتي، اول مره كنتصادف مع بحال هاد القصه هادي. يعني سمعت قصص تاع الناس، ولكن بحال هاد القصه في النصب ما عمرني ما سمعتكم عجيبه. ولكن سمعوا حتى الاخر وشوفوا لي ديتاي وحكموا وشوفوا شكون اللي فيه الغلط. واش السيد حيت هو ثقه، ولا حنا ولينا عايشين في واحد المجتمع ولينا كنخافوا من ولاد بلادنا، وللاسف ما كنتعرضوا من النصب والاحتيال غير من اللي قريب لينا ومن اللي مسلم من اللي بحالنا وبحال. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه منوعات بوتينه. جيت لكم اليوم وجبت لكم واحد القصه اللي هي حقيقيه واللي هي وقعت، وصراحه السيده تواصلت معايا اليوم ومشيت تلاقيت بها وبركت معاها وعاودت لي هادشي اللي شوكاني. الصراحه السيده من البارح وهي كتحاول تواصل معايا وكتقلب على اي وسيله باش توصل الصوت ديالها وتوصل الطريقه ديال الاحتيال اللي وقعت فيها، بتوصلها للعالم، خصوصا المغاربه المهاجرين في الديار الاوروبيه وخاصه بالديار الاسبانيه. وهذا النصاب هذا حاليا راه كاين في اسبانيا، والسيده تعرضت للنصب يوم الجمعه فقط. يعني مشاو لها الفلوس هي وراجلها نهار الجمعه، حسب ما قالت السيده اللي تلاقيت معها انا واللي كنعرفها. هي كاينه في فالنسيا، فكتقول ان هذا السيد هذا حاط منشور كما كتشوفوا. هذا هو المنشور المكتوب هنايا تحت، حطيت لكم الصوره، انه كيطلب شي واحد يتبادل معاه العمله. يعني هو ياخذ من عنده الاورو هنا في اسبانيا لانه محتاج الفلوس الاورو هنا في اسبانيا، وعنده الفلوس حاصلين ليه في المغرب، وخاصو شي واحد يكون معقول. سطروا لي على يكون معقول، يعني هو تيقلب على المعقول. وهو اصلا يعني باش تعرفوا ان النصاب دائما كيثبت داك المتلقي اللي غادي يسمعوا، خاصو تيثبتوا بالكلام تيشجعوا يعني بانه انسان معقول وانه ثابت وانه راكز. لهذا انا ما نثقش منشور. هو الغلط اللي دار ان السيد ثق في المنشور في الفيسبوك، ولكن ما علمش الزوجه ديالته انه اصلا تعرف على السيد عن طريق الفيسبوك وشافوه فقط في منشور. فندخل الاحداث تاع القصه كيفاش بدات نهار الاربعاء. السيد ملي نزل داك البوست، السيد داخل كيتصفح الصفحات ديال الفيسبوك، فكتدخل واحد الجروب سميتو مغاربه فالنسيا، كيشوف هذاك المنشور محطوط قدامه، فكيتواصل مع السيد كيقول لي سيدي انا مهتم وكذا كذا في كونفرساسيون اللي محطوطه هنايا كما كتشوفوا. فكيقول لي انا مهتم نتبادل معك العمله، انا عندي فلوس نيس هنايا اورو، غادي ننزل البلاد، اللهم يعني انا وياك نتبادلوا بهم هنا. قال لي انا كيفاش غادي تعطيني الفلوس يعني مغربيه؟ قال لي شوف انت تعطيني الاورو هنايا، كاين اللي غادي يحول لك هذاك المبلغ نفسه بالصرف بالتحويل المغربي الكونت ديالك في المغرب، وغنصيفط لك الروسي ونعطيك الروسي، يعني كلشي في امان الله. والسيد قال لي انا سميتي بدر وكيسكن في خيرونه، وجا عنده من خيرونه، ركب وشد الطريق الليل كامل وهو جاي باش نصب على السيد. ووصلت لغد لي ملي وصل عنده السيد عطاه الاوبليكاسيون ديالو فين ساكن، وجابو حتى للدار ديالو ودخلوا للدار ديالو وبركو. جا قالت لك السيده، قالت لك انا ملي دخل السيد صراحه قالت لك ما عجبنيش واحد الهيئه ديالته، قالت لك توحي على انه شي انسان ما مزيان، قالت لك سبحان الله، قالت لك الجسم ديالي قشاعر وداك الشيء. وقلت للزوج ديالي، ولكن الزوج ديالي قال لي انت يعني خارجه من هذا السوق هذا، انا السيد تعرفي راه ثقه وهذه يعني هذاك السيد واش الثقه ديالته العاميه خلاته انه يطيح في هذا الفخ هذا ويتنصب عليه في مبلغ ديال 15000 الاورو، اللي شي حاجه ماشي سهله، مبلغ ماشي هين. خدم مثلا ولا نقولوا غير عام، يعني هذا عام واحد رجع فيه 15000 الاورو. لان السيد عنده واحد التين هنايا، فكيجمع واحد المبلغ تيخليه باش ينزلوا للمغرب. يعني اي واحد في اوروبا كيجمع واحد المبلغ اللي كيديه لدوير زمان تيحطو في البنك في المغرب. ولكن هذا السيد للاسف تعرض للنصب ومشات ليه ديك 15 مليون اللي راه جمعها في هذا العام. المهم ما علينا، حسب ليه هو الفلوس فوق الطبله، قال لي ها هي 15000 الاورو، يلا نخرجوا. قال لي نمشيو نبركوا في شي بار ولا شي حاجه. خرجوا للبار، مشاو بركوا تما كاينه. دخل السيد لحاجه من الطواليت، فكتب السيد اللي معاه، فهما باينه انهم عصابه، كتب لي المعلومات تاع الاخ ديال مرت السيد، لان قال لي انا راه خو مرتي في المغرب هو اللي غادي يستلم فلوس، هو اللي عنده بنك ديال السياش بنك، حول ليه الفلوس. فقال لي حاول تحول لي من السياش باش يوصلوني الفلوس درك، كيما انت غتشد من عندي المبلغ دابا، حتى انا خاصني الفلوس يوصلوني. فكما كتعرفوا النصاب دائما عنده الكلام الحلو والطريقه ديال التفكير ديالته عجيبه، فهو مخطط لكل شيء. فشنو قال لي شوف انا راه عندي واحد الوالد ديالي شويه عيان وداك الشيء ما يقدرش يعني يمشي لكم حتى السياش بنك، راه حدانا غير التجاري بنك، والفلوس راه كاينين في التجاري بنك، انا غادي نحولهم لكم. قال لي التجاري بنك راه ما وصلوش فلوس ديك الساعه، الفيغمون راه ما غاديش دوز يعني في نفس اللحظه كيما السياش كيدوزو في نفس اللحظه، ولا مشيتي انت فيرسيتيهم في البلاصه كيدخلوا في البلاصه، ولكن من بنك اخر لبنك اخر كتعطل 3 ايام. وهو السيد وصل عند السيد، وصل عنده نهار الجمعه، اذا تابعنا السبت والحد والاثنين
عاد باش يدخلوا الفلوس. فاشنو قال لي شوف انا غادي نعطيك الروسي باش انا دخلتك الفلوس في الكونت ديالك باش تكون مرتاح، وعطيني فلوس انا، راك عارفني انا باقي تابعني الطريق وسميتها كيما غتسمعوا في الاوديوات غنحطهم كاملين في الاخر تاع الحلقه ان شاء الله. فتبتو قال لي ها الروسي انا غيصيفطوه لي ما يدار دابا، تسنى انا معاك في البار، اما غادي نمشيو معاك للدار باش تعطيني فلوس حتى انت تشد الروسي في يدي. السيد فعلا جا الروسي اللي هو هذا، ردوا بالكم مع الروسي مزور، الروسي ماشي خارج من تجاري بنك، الروسي ديال بيسي، يعني خرجوا اي واحد من بيسي، يعني هما هادو عصابه مخطين لكلشي، خارجين فيها الكاش ديال الطبعه ديال البنكه، فيها تاريخ، فيها عنوان مزور ديال البنكه في المغرب، كازابلانكا، رقم هاتف مجهول، اسم شحشاح كما كتشوفوا الشحشاح محمد. شكون هو الشحشاح؟ رقم كون مزور. كيفاش باش عرفوا ان هذه العمليه تاع النصب كبيره وفريده من نوعها؟ كيفاش تخطر على بال انسان انه يقدر يجيب معلومات غلطه ومعلومات وهميه ويكتبهم في واحد الورقه ويعطيها لك انت على اساس انها روسي، وانت تشد هذيك الورقه، يعني ما غيدخلكش الشك. انا براسي الا جاني هذاك الروسي ما غاديش نشك فيه، لانني اولا شنو غنشوف الختم ديال البنك. فهما شافوا الختم ديال البنك كما كتشوفوا هنا موضح، كاين الختم تاع البنك ديال التجاري بنك والسنيه فيه والمعلومات يعني مضبوطه، والسميه ديال السيد اللي صيفطوا ليه الفلوس والكونت ديالو وكل شيء يعني هو داك مضبوط. فالناس ما شكوش. فصيفطها ديك الصوره صيفطها السيد الاخ ديال المرض ديالو مرته في المغرب، فقال لي الروسي ناضي، الروسي هو هذاك، يعني حتى السيد في المغرب ما شكش في العمليه انها عمليه نصب، ولا شك في الروسي، ولا مشى راجع داك الروسي ولا سول عليه، لا هذه راه هي هذيك. مشى معاه السيد للدار، حسب لي 15000 الاورو، دارهم ليه في الصاك وهزو في الطوموبيله مسكين وداه حتى المحطه وركبوا، وقال لي الله يرحم والدين طمني عليك ملي توصل ما تخلينيش مشطون عليك حيت هاز معاك هذا المبلغ كامل. شوفوا الانسانيه ديال السيد اللي تنصب عليه. السيد غير ركب في التران ما بقاش كيجاوب، ديك النمره طفاها قردها والغابير ظاهر ما كاين السيد. فين هو السيد اللي كيتسناو الناس من نهار الجمعه السبت لحد الاثنين صباح الحال على اخ السيده؟ مشى للبنكه قال لي راه واحد الفيرمون واش ما دازش ليا القده والقده، قال لي ما دازت لك حتى شي حاجه في البنك ديالك. هز الروسي تاع تجاري بنك ومشى عندهم، قال لهم هذا الروسي بانه تصيفط لي المبلغ القده والقده. قال لي هذا الروسي اصلا ما خرجش من الاداره ديالتنا، وهذا الروسي ماشي ديال التجاري بنك، هذا الروسي هذا يقدر يخرجوا اي واحد من البيسي يطبعوا يكتب فيه المعلومات اللي بغى وينصبوا به. لهذا مبروك عليكم، راه تم النصب عليكم في هذا المبلغ كامل للاسف. هذه خلاتنا باش نديروا حنا عقل، ان واخا يجيب لك واحد ورقه مصوره ما نطيقش فيها ونعطي فلوسي. يعني هو جاب لي ورقه روسي انني انا روسي مخرجه من بنك بالطابع بكل شيء، ومع ذلك صدق مزور. دابا غادي نخليكم دوزوا معايا الكونفرساسيون ديال السيد مع النصاب والاوديوات ديالو، والله يجازيكم بخير. اللي كنطلب منكم بارطاج هذا الفيديو هذا باش لعل وعسى يوصل لهذاك النصاب. راه هاد الديكلاراسيون دارت في المغرب وهنا في اسبانيا، وتنحاولوا اننا نوصلوا ليه هذا الفيديو لعل وعسى ترجع فيه واحد شويه، واخا شويه ديال الانسانيه، ورد لهاد الناس فلوسهم قبل ما يوصل واحد المواصل اللي خايبين. الله يجازيكم بخير. خليوا هذا الفيديو خليه يوصل لابعد حد، وكنتمنى ان الاخ عثمان بشرونا يتواصل مع هاد الناس هادو ويحكيو القصه ديالهم هما بالصوت ديالهم وكل شيء ليهم. الله يجازيكم بخير. خليونا على الاقل ردوا حق هاد الناس ولو واحد شويه، لانهم عندهم 4 الوليدات وهذوك فلوس ماشي شحال. انا ماشي فلوسي وتقهرت عليهم، ماشي فلوسي وبقى فيا الحال. اذا نخليكم مع هذا الفيديو هذا ومن بعد نكمل لكم. كما كتشوفوا هذه البدايه تاع النصبه، خط منشور في جروب سميتو مغاربه فالنسيا. عافاكم اخوتو، واش كاين شي واحد معقول نعطيه فلوس مغربيه ويعطيني الاورو حيت محتاج ليهم، ولكن تنطلب المعقول. دوا مع السيد كما كتشوفوا هنا كونفرساسيون بيناتهم في الفيسبوك في الميساجات، من بعد تحولت الى الواتساب كما كتشوفوا. هذه البدايه ديال الواتساب، دوا معاه مكالمه، هضر معاه هذه الرقم تاع التليفون ديالو باش هضر معاه في الواتساب. وهذه هي المحادثات. انا غادي ننزل لكم دابا الاوديوات ديالو بالصوت ديال ديك خاينه اللي نصب على السيد وتبتوا. وهنا كاينه الورقه ديال البنكه اللي تصيفطت من المغرب انه زعما الفلوس راهم تحولوا في الكونت ديالو ديال السياش بنك من التجاري بنك. هنايا زعما راهم كانوا زعما كيحسبوا الفلوس 15000 الاورو شحال جايبه بالدرهم المغربي. من بعد كما كتشوفوا هنا المحادثه في الاخر ما بقاش باغي يجاوب. هنا ملي دا السيد الفلوس نهار السبت صباح طافي التليفون ومبلوكي السيد المكالمات كما كتشوفوا. وهذا ودابا غنسمعكم الصوت تاع داك النصاب. الله يجازيكم بخير، سمعوا مزيان.
صيفط لي حتى شحال بالضبط؟ الله يحفظك اخا، شحال بالضبط غادي نصيفط لك، وصيفط لي لوبيكاسيون ديال الدار ولا فين غادي نجي صافي، باش ديريكت بلا ما نبرزطك غدا في الصباح ان شاء الله. وصافي المهم انا غدا ان شاء الله مع ديك 9 تلقاني شديت الطريق، المهم 8:30 كنخرج من الدار. المهم نتايا مني تفيق قول لي غير شحال الثمن وصافي، وهي راه باينه غنشد. المهم غنشد الفلوس نضربها في هذاك المونطون اللي صيفطتي ليا ياك، في 10 شي حاجه بلاتي نشوف 10 77 717 ياك. المهم نشد هذوك ونضربهم في هذاك الثمن، قول 11 نتا كاع فهمتي، وغادي يشوف شحال يعطيني، وداكشي اللي عطاني نقولها للدار صافي. صيفط لي غدا لوبيكاسيون صافي. المهم راه حساب انا نشوفو دابا. مرحبا اخاي ديالي، صيفط لي لوبيكاسيون دابا باش نجي عندك المحل ولا للدار، على اللي بغيتي. المهم ما عنديش مشكل صافي. المهم اخاي ديالي ما نتعطلوش وصافي، راه باقي عارف باقي عندي الروتور. المهم حنا زوج قد فيما كنتي صيفط لي لوبيكاسيون، هي ديال المحل هي ديال الدار، زوج قد غتلقاني تماك ان شاء الله فهمتي. عارف باقي عندي الروتور وكذا، يعني خصني نرجع عاوتاني. الطريق عندي غدا راه عندي شي وقيلا شي 4 سوايع ولا 5 والله ما عرفتش. المهم بحال هكا ها غدوه ان شاء الله يحنمونا هنا. المهم منين نوصلوا ان شاء الله يدير لنا تاوي صافي. يلا خير الله يسخر لكم الامور. يلا والله يا خويا الله وقفنا في واحد السطاسيون باقي ما وصلتش 4 الصباح اخاي، واخا تكرفست ولكن ما عندي ما نديرها. اصبر وصافي راني مع الطريق والدار كيهضروا معايا، داكشي علاش قلت لك نعيط لك فهمت. وراك عارف اخاي ديالي الطريق ما كنبغيش نهضر بعربيه، الناس كتبقى تشوف وكذا. انا دابا وقفت في واحد السطاسيون دروبو، دخلت حاجه هكا الطواليت مريحه نسالي واخويا نعيط لك الله. امين اخويا العزيز الله يحفظك. صافي اخاي ديالي ولكن نوصل نخلي لك فوكا ان شاء الله. كما سمعتوا بودنيكم الصوت تاع داك النصاب والرقم تاع التليفون وكيفاش بدات المحادثه وكيفاش بدات النصبه من الاول حتى الاخر. لهذا انا هذا الفيديو هذا دايره خصيصا للجاليه اللي في اوروبا. الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم هذا الفيديو توعوي رقم 1. حنا درنا هذا الفيديو هذا باش على الاقل الناس اللي يمكن يطيحوا في هذه المصيده هذه ما يطيحوش فيها، ونوعيوكم بشكل كبير. وعيونا الناس اللي كتعرفوا، الناس القراب الناس البعاد، ان خطوره في مواقع التواصل الاجتماعي، وانه ما يمكنش انك تثيق في شي واحد حاط منشور وتعطيه رزقك كامل ويعطيك ورقه مزوره ما عندها حتى شي اساس من الصحه. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، وانكم اي واحد يجازيكم بخير عنده معلومات على هذا الشخص يتواصل معايا. الله يجازيكم بخير، على الاقل باش نعرفوا شكون هو هذا النصاب هذا ونوقفوا عند حده. والله يجازيكم بخير، ما تخليوش هذا الفيديو يوقف عندكم. جزاكم الله خيرا. كنتمنى ان الرساله ديالتي تكون وصلت، والله ياخذ الحق في الظالمين. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.